هو العريس لما يبقى كامل من كل حاجة بس بيعيش في عالم الكرتون. أوافق ولا أخليها تعدي؟ أنا أقدم لي واحد من قرايبي عنده 20 سنة ومش هكدب، فيه كل المواصفات اللي أي بنت ممكن تتمناها، بس فيه شوية مشاكل كده خلتني أقف وأسأل نفسي، هو كده طبيعي ولا في حاجة مش مظبوطة؟ إحنا اتفقنا إننا نقعد 5 شهور نتعرف على بعض قبل ما ناخد قرار رسمي، وخلال الفترة دي شفت منه حاجات مش متوقعة بصراحة. الراجل ده بيعشق المفاجآت، يعني تقريبا كل يوم والتاني بيجيب لي هدية. وفي مرة جه يزورنا رفض ياكل من أكل ماما، وكان جايب معاه أكل من البيت، وده مش أكل جاهز، ده هو اللي عامله بنفسه. والمفاجأة بقى البرجر اللي عملها كانت تحفة، لدرجة إني حسيت إني عمري ما دوقت حاجة بالجمال ده. بس المشكلة إنه بيصر إني آكل لحد ما بطني تقولي كفاية بقى. وآخر حاجة بقى خلت دماغي تلف، اكتشفت إنه بيحب أفلام الأنمي والكرتونز بشكل مش طبيعي. يعني مش مجرد بيحب يتفرج، ده مهووس بيها حرفياً. كل وقت فراغه يقضيه مع توم وجيري وناروتو وسونيك وسبونج بوب. ولما زرت بيته لقيت أوضته عاملة زي محل لعب، العرايس مرصوصة، رسومات، حاجات غريبة في كل ركن. ومع ذلك شكله من بره جد جدا وما فيهوش أي حاجة تبين ده. دلوقتي أنا فعلا محتارة، هل أعتبر دي حاجات بسيطة وممكن أعيش معاها، ولا أقول شكرا وأسحب نفسي من بدري؟ يا ريت تقولوا لي رأيكم بصراحة، أوافق ولا أهرب وأنا لسه في السليم؟